سارة، أنا عايزة أقولك على حاجة. قولي. أنت مش ملاحظة حاجة غريبة في البيت؟ حاجه زي ايه؟ يعني في خيالات عمالة تروح وتيجي. خيالات؟ متهيألك. أنا بقى مش بتهيألي، عشان الموضوع ده حصل 3-4 مرات قبل كده. موضوع ايه اللي حصل وثلاث اربع مرات؟ ايه اللي حصل معاكي؟ مش فاهمه. اهدي كده على نفسك. يا بنتي، في زي خيال بيعدي من جنبي، معرفش ده شخص زي شخص ولا ظل ولا ايه، بس حاجة سودا كده بتعدي في كل حتة بروح فيها. ظل اسود؟ أيوة. ده انت شفتيه كام مره ده؟ يعني بتاع 3-4 مرات. وامتى؟ دايما بيبقى بالليل وانا لوحدي كمان. خيال اسود وانت لوحدك؟ ده ايه ده بقى؟ انا هقول لك ده ايه، ومش انت لوحدك. انا هقول لكل اللي بيشوفنا دلوقتي، اي حد بيحصل له نفس الموقف ده حياته ايه بالظبط. زي ما انتوا شفتوا كده، في ناس كتيرة جدا بيعدي من جنبها خيال، زي ما يكون حد عدى من جنبها أو حاجة عدت من فوقها زي غمامة سودة أو من الخلف، وزي ما يكون الظل ده قريب منها جدا وبشكل ملفت، وترجع تراجع نفسها وتقول إنه متهيأ لها، ولكن الحقيقة ما بيكونش متهيأ لها. الموضوع ده لو حصل زي ما شفته في أول الفيديو وتكرر أكتر من مرة ودايما بتكون لوحدك، ده بيكون زائر من زوار الليل، اسمه ظل الأرواح، زائر الليل الأوحد، وده اسمه خنطر في غثاش، وده زيارته مش سهلة ومش بسيطة، وأدم زارك أكتر من مرة زي بالظبط ما شفته في أول الفيديو، مش مجرد خيال عادي، خيال ملحوظ وقوي، يبقى الزائر ده في بيتك وانت كده في خطر. بيستهدف النفوس الغاضبة والحزينة بزيادة عن اللزوم، أو الناس الشكاكة زيادة عن الحد لدرجة الوسواس القهري، واللي بيخليه يزور بيتك لأن أنت من ضمن الصفات اللي أنا قلتها ديت عديت من على حاجة مش لطيفة، فأنت بتثير أو بتجذب هذا المخلوق لحضرتك. جميع الطاقات السلبية في البيوت أو خارج البيوت، في العمل أو في زيارة بعض الأصدقاء أو الأهل، لو أنت مصاب بهذه الطاقة السلبية اللي ذكرتها لكم، أنت بتجذب هذا المخلوق لزيارة بيتك. الحل الوحيد هو التحصين وتنظيف الجسد، وده أنا عاملها لكم على الصفحة، ولازم كل يوم قبل ما تنام تعمل الكفر المنامي وتحصن بيتك بالقرآن الكريم وبالذكر المستمر، علشان تقدر تسيطر على هذا الزائر وتمنع دخوله من على عتبة بيتك. لأن انت طول ما انت فيك هذه الطاقات السلبية، طول ما انت بتجذبه، ولو هو شمشم عليك انت كحد وتعرف عليك وعلى بيتك وزارك أكتر من مرة، يبقى هو استهدفك وممكن يصيبك من أنواع المس لو الموضوع تطور معاك وانت ما قدرتش تتحكم في هذا الظل، ظل الأرواح. هذا المخلوق مؤذي جدا ومتعدي جدا، ولو انت ما تحصنتش ممكن يصيبك بالمس ويبدل حياتك رأسا على عقب وانت مش فاهم ولا داري اللي بيحصل. حصنوا نفسكم، اذكروا الله، صلواتكم وأذكاركم يقيكم من أي مخلوق خلق ربنا على وجه البصيرة.